يعني ابن بورسعيد وهو اللي بيصرف على النادي المصري وهو خايف على بورسعيد. فالناس اللي بتحارب كامل ابو علي بالناقص اللي تحاربها، ما احناش ناقصين فقر. مستر كامل ابو علي ما بيبخلش على اللعيبه باي حاجه. يعني الكرة يعني عايزين نقول في اعضاء عايزه تقدم استقالتها، عايزه تمشي، انتوا رايكم ايه كجماهير النادي المصري في الكلام؟ كل دول محاربه لكامل ابو علي عشان راجل صاحب انجازات وصاحب نجاح. اللي عاوز يمشي يمشي، احنا عايزين مستر كامل ابو علي. مستر كامل ابو علي ده نجمه من نجمه بورسعيد بعد الله يرحمه السيد متولي. احنا بنحبك يا مستر كامل ابو علي، احنا مش عاوزين الا انت. شايفين هو اللي بيحقق طموحاتكم وممكن يحقق طموحاتكم؟ ما زيه ولا هيجي، ولو مشى مستر كامل ابو علي سعد النادي المصري احنا قلبنا وروحنا ودمنا معاه، مش هنسيبه ابدا، حتى لو سابنا هنجيبه. بورسعيد كلها ما شافتش كوره حلوه زي الالعاب، ولا شفنا لعيبه، ولا شفنا الانديه كلها بتتكلم علينا، صوتنا مسموع في الدنيا كلها. فين احنا زمان؟ الحاج سيد متولي رحمه الله عليه قال للي معاه 10 مليون جنيه يجي يقعد مكاني. مستر كامل دفع اكتر من 30,000 مليون جنيه. ضيف الى ذلك قلبه وروحه مع النادي وبيحب النادي رغم قصة اعماله ومشاغله، والفلوس ما بتهموش. اللي عايز يمشي ويقدم استقالته دفع ايه وعمل ايه؟ لا دفع ولا عمل. يبقى احنا كلنا جمهور النادي المصري العظيم ده نقف في ظهر كامل بيه ابو علي ونحارب الفساد الممثل في هؤلاء. احنا نفسنا ناخد بطولة غلطة بيه، نفسنا ناخد حاجة، نفسنا نلعب ماتش حلو. احنا لما المصري بيتغلب لا بناكل ولا بنشرب ولا بننام. احنا اكتر من اسماعيلية. اسماعيلية شوف فيها ايه واحنا فينا ايه. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ انت مش عاجبك المكان فضل مشكورا، فضل امشي، لكن سيب الناس تشتغل. سيب الراجل بقى له اسبوع بين بلجيكا وبين المانيا وبين فرنسا وبين كل ده عشان ايه؟ بيدور على عشان هو كل ما يتكلم يقول ايه؟ انا نفسي الناس دي كلها تبقى سعيده مبسوطه، نفسي اسعدها بس في ملايين. بارك الله فيه وعليه. هو بيقول لك انا يهمني شعب بورسعيد، يبقى احنا نغدر بيه. احنا بنحبك يا مستر كامل ابو علي، احنا بنموت فيك يا مستر كامل ابو علي. يمشي كامل ابو علي، مين اللي هيجي؟ حصل له حاجه نعمل مين مظاهرات. اللي هيجي؟ لو مستر كامل ابو علي حد استفزه او حد عمل معاه حاجه، شعب بورسعيد كله يطلع بمظاهره سيد المحافظ، والسيد المحافظ يجدد له. احنا عملنا مظاهرات والحكومه عارفانا عشان المنطقه الحره، انما النادي المصري ده جوه قلبنا ودمنا اخضر. هنروح والله قدام المحافظه ونكف لو كامل ابو علي اي حد مسه. ده طبعا زي ما احنا شايفين جماهير النادي المصري ومدى انفعالها ومدى حبها على النادي المصري. عايز تقول ايه؟ بص، هي مصر كلها في 4 اهرامات: خوف وخفرع ومنقرع وكامل ابو علي. مش هقول لك اكتر من كده، بس اللي ما بيحبوش ما خلاص يبعد عنه وراح دماغه. عايز اقول ان بورسعيد طول عمرها واخد بالك المصري ده بالنسبه لها حاجه كبيره قوي، فيعني يا ريت اي خلافات او اي حاجه تحصل واخد بالك تنتهي بحيث ان النادي ده يرجع زي الاول. ليه الناس بتستكتر على النادي المصري؟ الهدوء، النادي المصري عاد مره اخرى بقت في حاله استقرار، كان الكل بينشدها، كل الناس فرحانه بالنادي المصري في وجود الاستاذ كامل ابو علي. هناك من يحارب كامل ابو علي من داخل بورسعيد ومن خارج بورسعيد. ايوه ده اللي بيحصل فعلا اليومين دول. ده اللي بيحصل. الحرب دي اسبابها اساسا واخد بالك ان الراجل ناجح، فنسيبه بقى يمشي الامور ونشوف هيعمل ايه، لان هو لغايه دلوقتي وصل لمرحله وصل فيها النادي المصري الى مستوى كويس، مستوى الاهلي والزمالك مستوى كويس فعلا، فنسيبه بقى يكمل، نسيبه يكمل. طبعا اي لعيبه عايز يجي فنسيبه يكمل بقى. الناس هتحارب كامل ابو علي على اساس اللي هو وقف النادي المصري على رجله من جديد، يدخل ينافس زي اهلي وزمالك واسماعيلي، يقدر يعمل. دلوقتي عندنا اكتر لعيبه على مستوى عالي، اذا كان لعيبه او جهاز او نفوذ. الراجل بيجيب دلوقتي حكام اجانب عشان يلاعب اهلي وزمالك عشان نبعد عن الظلم، نبعد عن الظلم من اللي بنشوفه. اذا كان دلوقتي الناس بتحاربه في الجرايد وفي المجلات وفي التلفزيونات على قناه معروفه ومشهوره واسماء ناس مشهورين، يبعدوا عنه عشان الراجل بيعمل حاجه كويسه للبلد. البلد دي بتعشق كوره، بتحب الكوره، بيحبوا الناس دلوقتي ولا في اكل ولا شرب الا الكوره. استاذ كامل ابو علي بيفرحهم.
يعني حرام اللي راجل يجي يفرح البلد بعد الله يرحمه، الله يرحمه الحاج سيد كان برضه بيعمل كده، بس ما كانش عنده الامكانيات اللي عند الاستاذ كامل ابو علي دلوقتي. لو في حد في مجلس الاداره مش عايز يسانده يتفضل يعتمد على الله ويمشي، وفي ناس هتساند بقلوبها وبروحها وبجماهير. الجماهير دي يعني اسالكم سؤال كده جماعي بس والاجابه تكون جماعيه، هل لو الاستاذ كامل ابو علي الاعضاء مثلا زي ما هم بيقولوا البعض منهم بيقدم استقاله، هل انتوا تطالبوا من هو مثلا ان يشكل هو اللي يشكل اللجنه على مزاجه؟ ليه؟ يا حاج دلوقتي يا كابتن محمد، كامل ابو علي هو القبطان. كابتن مفيش حد حتى لو قال لك انا في الاعضاء بساعد كامل ابو علي بيساعده برموز بحاجات رمزيه. كامل ابو علي دلوقتي بيسافر يجيب لعيبه، كامل قال ما حدش بيساعده، مفيش حد بيسافر، مفيش حتى لو بيساعدوه هو الراجل دلوقتي بيسافر بره بيدور لهم على احسن لعيبه، بيجيب لعيبه سوبر، في لعيبه سوبر جايه. ده راجل ناجح في كل حاجه، اكيد هو هيظبط الاداره زي ما هو عايز. ده رئيس المركب بيبقى واحد مش 10 يعمل اللي هو عايزه. لا بس في مجلس اداره، بس المفروض يبقى كل على قلب رجل واحد، المفروض مجلس الاداره مش واحد عشان يبقى نتكلم صح، ولكن كلنا بنشتغل في مركب انا عايز واحد ذكر في بورسعيد يطلع يقول انا زي كامل ابو علي. انا عايز واحد ذكر كده في بورسعيد يطلع يقول انا هعمل اللي كامل ابو علي بيعمله. مفيش. ومستر كامل انت طول عمرك راجل ناجح، انت انسان عصامي، عملت نفسك بنفسك وانت اللي هتعمل النادي المصري، واوعى تبص لاي واحد يوقف مسيرتك يا مستر كامل. انا عارف ومؤمن انت ممكن تضحي باخر نقطه دم في عروقك لشعب بورسعيد عشان تساعدهم. حذار يا مستر كامل تلتفت للناس اللي هي بتحاول توقعك، بص للكم وبص لبورسعيد واقفه معاك ازاي. مفيش واحد في بورسعيد يا مستر كامل هيعمل اللي انت بتعمله دوت، واحنا وراك بدمنا وبقلوبنا. والله احنا بندعي للمستر كامل ابو علي ان هو بس يقدر يقاوم بس مع اللعيبه ان هي تظبط اداءها اكتر من كده، وان احمد الشناوي برضه يثبت اداءه عن امير، لان برضه الشناوي حاجه كويسه. بس ده اللي احنا بنتمناه. والله الاحداث مستقره من ساعه مستر كامل مسك النادي، وهو ما فيش حد هيصرف زي مستر كامل على النادي. وبالنسبه لمشاكل الاعضاء هو ما فيش، هو اعضاء شرفيه كلها، ما فيش حد يهم النادي المصري في حاجه غير مستر كامل، وهو اللي قايم بالنادي المصري كله. بس هو من غير مستر كامل بعد الحاج سيد الله يرحمه ما فيش حد واقف جنب النادي غير مستر كامل، وما فيش حد هيجيب الصفقات اللي مستر كامل بيعملها. استاذ يعني الحاج كامل ابو علي ما خلاش في جهد عن النادي المصري، بس هو هنقول ايه؟ هنقول حظه ولا ايه بالظبط؟ مش عارفين يعني، ولا لعيبه ولا ايه بالظبط. طبعا مستر كامل جاب لعيبه كتير النادي المصري، ما بخلش يعني من فلوس خالص على النادي المصري. بس يعني كل نادي يعني هو المصري بدا باول موسم يعني قلنا هناخد الدوري خلاص، بس هو يعني حصل له دروب كده مش عارفين من ايه. وانا اعرفك شخصيا من مشجعي النادي المصري من سنين، ايه اللي بيحصل للنادي المصري؟ وهل حمله مدبره من اجل ابعاد رئيس النادي كامل ابو علي عن النادي المصري؟ هو زي ما تقول في ناس هنا داخل بورسعيد ما بتحبش النجاح. فالاستاذ كامل ابو علي راجل ناجح، راجل استثماري، فلازم ينجح في النادي المصري، وده راجل بيعشق النادي المصري ويعشق جمهور المصري وبيحب ان هو يقدمه كل ما هو خير للنادي المصري. فانا بقول ان الاستقالات اللي اتقدمت دي مش وقتها، لان اصلا ده مش وقت استقالات، احنا عايزين نلم الفرقه. فالراجل بادئ ان هو يلم الفرقه وبيلم الجمهور حواليه. ليه الاستقالات ديت؟ غير كده دول ادوا ايه للنادي المصري؟ احنا عايزين الناس اللي تدي للنادي المصري، فاللي يدي للنادي المصري اهلا وسهلا احنا بنرحب بيه. اللي ما يديش للنادي المصري يبقى يبعد بعيد عن النادي المصري، لان احنا اصلا عاوزين مرتبه احسن من كده. الراجل ده جه الموسم اللي فات واحنا اصلا مهددين بالهبوط، فعامل فرقه، جاب الكابتن هاني سعيد، جاب عبد السلام نجاح، جاب ناس بتلعب كوره الياسو، يعني جاب ناس بتلعب. واخيرا ايهاب المصري، واخيرا ايهاب المصري، وفي الطريق برضك في لاعب جاي كويس، بس هو سايبه كان فجأة لجمهور النادي المصري. فعيب اللي بيحصل ده داخل بورسعيد، ان احنا نقعد نقطع في بعض. احنا اصول نقف يد واحده مع بعض كجمهور نادي مصري، كلاعيبه قدامى، كمدربين قدامى، مش الناس تبعد كده. يعني الكابتن مسعد نور بيتكلم في الصالح العام للنادي المصري، فاحنا عايزين اللي بيحب النادي المصري يبقى داخل النادي المصري، اللي ما بيحبش النادي المصري يبعد عن النادي المصري. كيف الكلام ده؟
طبعا يعني الاستاذ طبعا اتكلم، بس احنا بنقول المفروض كله دلوقتي يبقى حوالين النادي المصري، مش كل شويه ان واحد استقال، الاستاذ دايما جبر استقال بتاع. وبعدين هو مستر كامل مش دكتاتور، يعني الدكتاتور زي ما الناس بتقول، هو بيعمل كده حبا في النادي المصري، مش ناس عشان نبقى منصفين، هو واحد اللي قال، لكن يعني مش فاهم يعني هو كان لازم يقف معاه في الانتخابات. ما الاستاذ هنا بورده برضه راجل بورسعيد بيحب النادي المصري، فهو يعني الراجل يعني بيحب النادي المصري ويصرف من قلبه. بنتكلم عن النادي المصري وما يدور داخل جدران النادي المصري والحمله المدبره ضد رئيس النادي المصري، رايك فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النادي المصري ده من احسن الانديه في بورسعيد جدا، ويعني مش قادر اقول لحضرتك احسن لعيبه كوره بتطلع من بورسعيد، فالمفروض الامور تتظبط شويه، يعني الامور المفروض تتظبط شويه، وان شاء الله باذن الله